نعتقد ويؤكد الكثير أنه أحد أصعب الرسائل على وجه الكرة الأرضية هي رسالة الترحم على فقيد، لأنها تنول كل المشاعر الحزينة والمشاعر الأليمة. النادي الأهلي وجماهيره بيترحموا على نرجس ونورهان من مدرجات الداخلية. النادي الأهلي بيرفع لافتات اللهم ألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، رحم الله نرجس ونورهان. في ليلة تفوق فيها المارد الأحمر على نفسه وعلى الإجهاد الخاص باللعيبة، نجح المارد الأحمر في التفوق على نادي الداخلية بنتيجة 2-1 بشق الأنفس. وعن الحديث عن اللعيبة يقولوا مات أقول لهم حي، يقولوا راح أقول لهم جاي. محمد مجدي قفشة إن وجد صنع الفارق، ويلي عمرو السولية تبديل أفضل تبديلة من كولر في الشوط الثاني ليحرز الهدف الثاني والقضية في مرمى الداخلية. في ليلة عاد فيها مصطفى شوبير لحراسة مرمى النادي الأهلي وللتشكيل الأساسي لإراحة الشناوي. وحين الانتقال إلى تصريحات ما بعد اللقاء أبرزهم المدير الفني للنادي الأهلي السويسري كولر، وضح مباراة الداخلية كانت مباراة قوية جدا وصعبة ولكن حققنا الانتصار في الآخر. وحين الحديث عن موقف اللعيبة والأداء داخل مجريات اللقاء وضح ان اللعيبه اكدت عليهم قبل اللقاء عدم التعالي على الكره في مباراه الداخليه، وموقف الفريق الثاني او لقاء القمه ان شاء الله القادم انا ما عنديش مشكله الفريق يلعب او ما يلعبش، ده شيء ما يخصنيش. وحين الحديث عن موقف الشناوي من عدم مشاركته واراحته ولعب مصطفى شوبير وضح تحدثت مع مصطفى شوبير وتحدثت مع محمد الشناوي ووضحت له ان انت لعبت لقاءات مع المنتخب ولعبت لقاء اللي فات مع النادي الاهلي وانا مريحك للقاء القمه، عندك ضغط نفسي وضغط عصبي وكمان عندك ضغط بدني على جسمك، عشان كده حبيت اريحك عشان تبقى جاهز للقاء القمه ان شاء الله، لان انت الحارس رقم 1 في النادي الاهلي. تكمله للتصريحات، تصريحات المدير الفني لنادي الداخليه كابتن عيد مرازيق وضح لقاء المارد الاحمر كان قوي جدا واحنا عارفين اللقاء هيبقى شرس وصعب امام النادي الاهلي، ولكن نجحنا في التعادل في اخر الشوط الاول، ولكن اللعيبه بتاعتي ادت باداء هايل، ما استطعناش ان احنا نحافظ على التعادل اللي احنا عملناه امام النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي كان محظوظ جدا في هدف الفوز. وعن تصريح لعيب نادي الداخليه ومحرز الهدف الوحيد للداخليه داخل مجريات اللقاء كريم يحيى وضح لم احتفل نظرا لاني كنت ناشئ من ناشئين الاهلي في يوم من الايام، عشان كده احترمت الجمهور ولم احتفل. وعن اخر موقف لسوء انتقالات النادي الاهلي وتحديدا خبر مؤسف جدا، كولر بيبلغ اداره النادي الاهلي بعدم الحاجه للقندوز في الموسم القادم، ويعد احد اغرب الاخبار اللي سمعناها تحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي وابرزها موقع ذا ساوث افريكان جنوب افريقي وضح ان بيرسي تاو يقترب من نادي كايزر تشيف الجنوب افريقي، يعتبر احد الاهتمامات الخاصه بالنادي هو و6 لعيبه من منتخب جنوب افريقيا. وضحوا كمان ان اللعيب مرحب بالصفقه ومرحب بالانتقال، ولكن شرطه شرط وحيد هو ان المدير الفني بتاع الفريق يكون بيتسو موسيماني. وطبعا كلنا عارفين ان محمد الشناوي على رادار كل الانديه السعوديه الفتره اللي فاتت، وظهر تقارير كتير جدا ابرزها اخر تقرير نادي الوحده السعودي بيطلب ضم محمد الشناوي، لكن مصادرنا داخل النادي الاهلي وضحت ان محمد الشناوي لم نتلقى عرض من نادي الوحده وده تقرير خاطئ. وحول الصراع القائم على لقاء القمه القادم ان شاء الله، وتم ايضاح نادي الزمالك احتمال كبير جدا ما يلعبش اللقاء القادم، تم ايضاح 4 رسائل من جمهور نادي الزمالك للاداره وللعيبه، ابرزهم كملوا المشوار طالما اخذتوا القرار، وده بيضعهم امام الماده 52 من العقوبات المتعلقه باتحاد الكره، هي عقوبات قويه جدا قد تجعلهم يخسروا الكثير. ونظرا لان نجوم نادي الزمالك ونجوم القدامى عارفين ومتاكدين ان حجم المشاكل والكوارث هتبقى قويه جدا على نادي الزمالك في حاله الانسحاب، كابتن خالد الغندور وضح عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك رساله لوجه الله لكابتن حسين لبيب لازم تلعب لقاء الاهلي، اظن الرساله وصلت. ومن الاخبار الجميله هي عوده مصابي النادي الاهلي وابرزهم المهاجم الفلسطيني وسام ابو علي. وسام ابو علي خلاص نزل التدريبات الجماعيه والدكتور ادى الضوء الاخضر، وكولر هيحطه خلاص في القائمه اللي موجوده ان شاء الله في لقاء الزمالك القادم. لقاء النادي الاهلي ان شاء الله القادم في الدوري هيبقى مع الزمالك يوم تحديدا الثلاثاء القادم الساعه 7. نتمنى المارد الاحمر ان شاء الله ينتصر وينجح في الفوز الثامن على التوالي. بس قبل ما نبتدي الحلقه بتاعتنا النهارده اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل شير في كل اماكن فضلا وليس امرا بحيث ان يوصل صوتنا لاكبر عدد من المتابعين. ويلا بينا نبتدي الحلقه بتاعتنا. في بدايه حلقتنا اهلا وسهلا بكل عشاق قناه ابراهيم مش فايق، ومليون مبروك لعشاق المارد الاحمر الانتصار على نادي الداخليه بنتيجه 2-1 بشق الانفس، ولكن لقاء قوي جدا بكل ما تحمله الكلمه. نجح كولر ووضح ان لعيبتي انا ضخيت فيهم ان هم عدم روح التعالي في اللقاء، وفعلا انتصروا ونجحوا، كان لقاء قوي جدا ولكن انتصرنا في الاخر. المارد الاحمر بيخطو خطوه هايله جدا نحو البطوله 44 في تاريخه ان شاء الله ويتم تحقيقها باذن الله. المارد الاحمر في المركز الثاني دلوقتي في الدوري الممتاز، اول الدوري حاليا دلوقتي
دلوقتي هو نادي بيراميدز عنده بالظبط 59 نقطه، والنادي الاهلي عنده 42 نقطه. الفرق ما بينهم تحديدا 6 لقاءات، ال6 لقاءات دول ب 18 نقطه. لو نجح النادي الاهلي فيهم هيحصل على النقطه تحديدا 60 بالظبط، وهيبقى اعلى من نادي بيراميدز في المركز الاول بفرق نقطه ما بين الفريقين. يعني كده في اولويه للنادي الاهلي. بس يجي واحد تاني يقول لك النادي الاهلي يا باشا بيتاجل له لقاءات والنادي الاهلي كده ده كله لصالحه. لا، احب اقول لك ان ضغط قوي جدا على النادي الاهلي وضغط جدا على بيراميدز. الفرقتين مضغوطين لان الفرقتين بينافسوا بعض على صداره الدوري. طب مين في المركز الثالث؟ معانا المصري في المركز الثالث عنده 52 نقطه، المركز الرابع زد 38، المركز الخامس فيوتشر عنده 38 نقطه. وطبعا الخطوه الثانيه اللي بكلمكم فيها في معظم حلقاتي هي سجل مواجهات وتاريخ مواجهات الفرقتين. النادي الاهلي لعب مع نادي الداخليه 19 لقاء، تحديدا 16 في الدوري و3 في الكاس. المارد الاحمر انتصر في 14 لقاء تحديدا، ونادي الداخليه فاز في لقاءين وتعادلوا في 3. المارد الاحمر ليه 38 هدف، من ضمنهم هدفين السوليه وقفشه في لقاء اليوم، وتحديدا نادي الداخليه عنده 11 هدف في النادي الاهلي، من ضمنهم هدف كريم يحيى ناشئ النادي الاهلي السابق. ملخص اللقاء بقى، شد بلاستر وما تتكلمش ولا تنتقد اي عنصر من عناصر النادي الاهلي. ليه؟ لان انت عندك 18 لعيب دولي لعب مع المنتخبات ورجع، لعيبه عندك مجهده وبتلعب دوري والماتشات ما بينها مسافه صغيره، فكويس فكره ان انت اصلا تنجح في اللقاءات وتنتصر للقاء السابع على التوالي المارد الاحمر، دي حاجه كويسه جدا لكولر. بس في بعض مشاكل داخل الفرقه، في بعض مشاكل ناتج ان هو بيمركز بعض لعيبه في اماكن غير اماكنها، وابرزهم هو رضا سليم. رضا سليم لعيب اشول بيلعبه في الجنب اليمين بالاخص. ليه بقى؟ عشان يريح حسين الشحات ويلعبه في مكانه. بس انا شايف حسين الشحات بيأدي باداء هزيل جدا، هي دي النقطه الفاصله داخل مجريات اللقاء. ما تلاعب رضا سليم في مكانه وحسين الشحات ينزل بعد كده ويريح رضا سليم. ليه حاطط رضا سليم في زاويه مش زاويته وبتظلمه؟ عشان كده رضا سليم ما بيأديش باداء هايل. موديست عمل لعبه النهارده بتاريخه كله، لعبه جميله جدا لكهربا اللي بيأدي باداء يعني 50-50. كهربا تلاقيه نجم اللقاء وفجاه تلاقي كهربا بعيد كل البعد. اداء هايل جدا. اكرم توفيق كان ظاهر داخل مجريات اللقاء. اعتقد ان اكرم توفيق ما كانش فت عشان ياخد احسن لعيب في اللقاء، ولكن هو افضل اللي موجودين داخل اللقاء. امام عاشور بيلعب حلويات كده، لاعب حاوي كده، قاعد بيشكل كده. لعب واحده رضا سليم اسيست ضيعها، لعب 2 لحسين الشحات ضيعهم، عمل الهدف الثاني وكان اداؤه هايل جدا امام عاشور. لو جينا بقى اتنقلنا للقاء القمه بين الاهلي والزمالك، هو حديث الساعه والترند اللي واخد ضجه قويه جدا. واخد ضجه قويه جدا ليه؟ لان نادي الزمالك اعلن انسحابه من الدوري الممتاز، وانه اخر لقاء ليه هيبقى لقاء فاركو لحد ما الفرق كلها تلعب كل مؤجلاتها. اقدر اجي العب، مش هلعب او مش هتلاعب الفرق كلها مؤجلاتها، انا هنسحب من الدوري الممتاز. تصريح قوي جدا، حاجه غريبه جدا ما كناش نتخيلها نادي الزمالك ينسحب من الدوري. طب ايه المشاكل اللي بتحوم حول الكلام ده؟ تحديدا بالظبط المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك اللي هو استاذ احمد سالم قال لك ايه؟ قال لك الحاجه دي او الانسحاب مش متعلق بلقاء القمه بين الاهلي والزمالك. لو في فرقه ثانيه كانت قدام النادي الاهلي احنا كنا هننسحب، ولقاء فاركو هو اخر لقاء لينا لحد ما اتحاد الكوره يشوف بقى يخلص الفرق مؤجلاتها او لا. يعني بمعنى اصح بيشيل الحرج عن نادي الزمالك وبيقول ان المشكله مش متعلقه بنادي الاهلي او ان لقاء القمه، احنا جزئيتنا كلها متعلقه بان احنا كل الفرق تخلص مؤجلاتها بعد كده نلعب احنا. طب في مشاكل كبيره جدا هتيجي على نادي الزمالك، هم مش مدركين حجم المشكله دي. ممكن اتحاد الكوره يعاند، لا هم مش متخيلين حجم المشاكل اللي ممكن تقع عليهم. بدليل اللي كابتن خالد الغندور طلع على موقع التواصل الاجتماعي وقال بعد اذنك لوجه الله كابتن حسين لبيب العب الماتش الجاي. اظن الرساله وصلت. الراجل عارف حجم المشاكل اللي هتقع على نادي الزمالك من تحت المشكله دي. طب عايز اقول لك ان الجماهير هي كمان اللي حضرت المدرج في ماتش فاركو مش مستوعبه حجم المشاكل. 4 رسائل بيصدروهم للعيبه وللاداره بيطالبوا فيهم بايه؟ اول حاجه قالوا بالظبط اول رساله كملوا المشوار طالما اخدتوا قرار، بمعنى اصح انسحبوا وما تكملوش. تاني حاجه هي هنقولها لكم باعلى صوت، لازم يتحط حدود وراكم للنهايه، اللي بيحصل كفايه. دي برضو رساله تانية بتدل لتاكيد عدم تكمله الدوري والانسحاب. تالت حاجه معانا بحلم بيك، انا بحلم بيك وفي السوبر مستنيك. دي بقى بيوجهوها للنادي الاهلي، بيقولوا ان احنا بنحلم بيك، احنا برضو نفس الكلام بنحلم بيكم وان شاء الله هنحصل على بطوله السوبر الافريقي. رابع رساله بيوضحوها بقى حي يوم الثلاث انا مش جاي. يعتبر 3 رسالات بيوضحوا ان هم بيأيدوا الاداره في ان هم ما يلعبوش وما يستكملوش الدوري، ورساله واحده بيكلموا فيها جمهور النادي الاهلي. طب لو جينا تخيلنا
كده نادي الزمالك انسحب من بطوله الدوري وخلاص. ايه موقف لجنه الانديه والماده 51 بتنص بتقول ايه؟ بتقول لك في حاله انسحاب فريق من ماتش خاص بالدوري اللي بيتم اول حاجه عقوبه ماليه تم تحديدها من لجنه الانديه قبل البطوله، عقوبه مغلظه. تاني حاجه ان الفريق بيعتبر خسران 2-0 في اللقاء اللي انسحب فيه. تالت حاجه ان بيتخصم منه 3 نقاط باثر راجع، يعني كده اجمالي 6 نقاط بيخصموا، 3 نقاط بتوع الماتش اللي انسحب منه و3 نقاط باثر راجعي، يعني 6 نقاط هيفتقدهم الفريق المنسحب. طب رابع حاجه هي ايه؟ بيعاد ترتيب جدول الدوري، وكمان بيتم معاقبه كل من له القرار في فكره الانسحاب. طب لو اتنقلنا على المرحله الثانيه اللي هي الماده 52، الفرقه خلاص اتحاد الكره ما طوعش نادي الزمالك بعد الانسحاب من لقاء الاهلي وما لبلوش مطالبه، ونادي الزمالك خلاص قرر الانسحاب. في اللحظه دي بالظبط كده الماده 52 لو الفريق ده يعتبر خلاص بيتم معاقبته برضه بجانب مادي، مبلغ مادي مغلظ. ده اول حاجه، مبلغ مادي قوي جدا تم تحديده من رابطه الانديه قبل البطوله ما بتبتدي. تاني حاجه، طب لو الفرقه دي بقى انسحبت من بطوله الدوري في الدور الاول، كل الماتشات بتتخصم كلها بتصفر، بمعنى اصح الفرقه ما بقاش ليها نقط نهائي خالص، وبيتم خلاص هبوطها، ومتوقع خلاص انها هبطت لان مش هيبقى عند الفرقه اي نقاط. طب لو بنتخيل كده الفرقه انسحبت من الدور الثاني، لقاءات الماتشات اللي في الدور الاول خلاص بتحتسب للفرق الثانيه، ولقاءات الدور الثاني كلها بتتخصم من الفرقه، يعني بمعنى اصح الفرقه هتهبط للدرجه الثانيه. طب ثالث حاجه بقى او رابع حاجه في الجزئيه دي المتعلقه بالانسحاب التام، اللي بيحصل الفرقه دلوقتي بيتم الخناق عليها وتضييق الحلقه عليها في جزئيه قيد اللعيبه، يعني كمان اتحاد الكره هيخنق عليك لان انت انسحبت، عملت له فجوه بقى، عملت له كارثه في الدوري، فتعالى بقى اضيق الخناق عليك. رابع حاجه كمان ايه بقى اللي بيحصل كمان، ما بنكتفيش بكده، لا ده الفرقه بتحرم من المشاركه لمده سنه، يعني النادي هيبعد عن البطولات لمده سنه، وبعد كده لما يجي يرجع في القسم الثاني. هل نادي الزمالك حمل كلام زي ده؟ هل جماهيره حمل كلام زي ده؟ ما اعتقدش ان ده كده يرضى جمهور النادي الاهلي او ادارته او مديره الفني او لعيبته او جماهيره، لا حاجه صعبه جدا. عشان كده بقى الكابتن خالد الغندور في ان هو تحديدا وضح لكابتن حسين لبيب عبر الفيس، قال له يا كابتن حسين بالله عليك العب اللقاء القادم. اظن الرساله وصلت، لان هتبقى في كوارث قويه جدا على النادي الزمالك. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. اليوم مبروك لعشاق النادي الاهلي، انتصار على نادي الداخليه وخطوه الى الامام لصداره الدوري ان شاء الله. في نهايه الحلقه اتمنى نعمل لايك للحلقه دي ونعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجيلكم كل جديد، وشكرا لمتابعتكم لينا. قناه ابراهيم مشفاي.